واش عمرك تسألتي كيفاش كيمشي موسم ال NBA من نهار الاول حتى كترفع الكاس؟ كرة السلة الأمريكية ماشي غير ماتشات وفلوس وصافي، هي ماراثون طويل فيه التكتيك، الصفقات الغدارة، الدراما في آخر الثواني، والمعارك اللي كترجع الفرق أساطير. في هذا الفيديو غادي نمشيو في رحلة كاملة عبر كواليس وتفاصيل موسم ال NBA من الصفر حتى للنهاية. أجي تكتشف معانا المراحل. With the first pick in the 2026 NBA Draft, the Washington Wizards select Anise Debonsa Jr. from Brigham Young University. قبل ما ترمى أول كرة في تيران، البطل كيتصنع في صمت في الصيف. كل شيء كيبدا في أواخر شهر 6 مع ال NBA درافت، فين الفرق كتختار ألمع المواهب الشابة. مباشرة موراها في أول شهر 7 كيتفتح سوق اللاعبين الأحرار الفري ايجنسي، وكتشعل بالصفقات الضخمة والانتقالات الكبرى. في نفس الوقت في شهر 7 كيتجمعوا الروكيز واللاعبين جداد في السامر ليغ في لاس فيغاس باش يثبتوا البلاصة ديالهم. في أواخر شهر 9 كيبدا الترينينج كامب، المعسكر التدريبي فين كيداروا الفحوصات الطبية والإعلام. وفي أول شهر 10 كيتلعب البري سيزن، المباريات التحضيرية لمدة أسبوعين باش يجهزوا الأجسام وينسقوا اللعب. في أواخر شهر 10 كتسالي الهضرة وتبدا الهستيريا، كيبدا الماراثون الرسمي ل 82 ماتش في الأوبنينغ نايت. في شهر 11 كتدخل المسابقة في منافسة جديدة، كأس ال NBA في وسط الموسم، الإن سيزن تورنمنت، ال NBA كاب، ماتشات المجموعات كيتحسبوا في الدوري، وتصفيات الخروج المغلوب كتلعب في شهر 12 في لاس فيغاس. وملي كيوصل البرد في أواخر شهر 12 الكوكب كامل كيتفرج في كريسماس داي، مباريات يوم الميلاد، 5 الماتشات خرافية كتجمع بين نجوم كبار وأعتى المنافسين. في شهر يناير الفرق كتبدا تثبت راسها، كيوصل الروستر جارانتي داي، يعني فرق خاصها تثبت العقود المتبقية. وفي أول شهر فبراير كتوصل السخونية للراس مع التريد ديدلاين، آخر أجل الصفقات، صفقات غدارة، تبديل نجوم وتخلي على خيارات للدرافت في آخر ساعات. غير كيتسالي الميركاتو، الدوري كياخد استراحة في منتصف فبراير، ال NBA All Star Weekend، أيام ديال الشو، الرايزينج ستار نهار الجمعة، التحديات والمسابقات ديال الدنك و 3 بوينت شوتس نهار السبت، وماتش الأساطير ديال الأول ستار جيم نهار الحد. مورا الأول ستار اللعب كيحراش. في منتصف مارس كيسالي الباي اوت ماركت، فين اللاعبين الكبار كيهبطوا من المدة اللي بقى ليهم في الكونترا وكيوليو فري ايجنتس. في النص ديال شهر ابريل كيسالي الدوري المنتظم في ماتش رقم 82. اول 6 ديال الفرق في كل مؤتمر، الشرق والغرب، كيتأهلوا مباشرة للبلاي اوفز. اما الفرق من 7 ل 10 كيدخلوا في حرب البلاي ان تورنمنت. السابع ضد الثامن، اللي ربح كياخد المركز السابع، واللي خسر كيلعب مع الرابحين بين التاسع والعاشر على المركز الثامن والأخير. في أواخر شهر أبريل كيبدا المعقول، ال NBA Play Offs، 16 الفرقة كتقاتل في 4 الأدوار حاسمة، كل دور كيتلعب في سلسلة من 7 ديال الماتشات. في شهر مايو جوان كيتعلن على جوائز الموسم، أحسن مدافع، اللاعب أكثر تطورا، وأهم جائزة فردية ال MVP. في أول شهر جوان كنوصلوا للقمة، ال NBA Finals، فرقة من الشرق ضد فرقة من الغرب، 7 الماتشات كأقصى حد باش نعرفوا شكون ملك كرة السلة الأمريكية. وفي النص ديال جوان ملي كيتسالي الماتش الأخير كتطيح الكونفيتي، كيتسلم كاس لاري أوبراين، وكيتوج بطل العالم والفاينلز MVP. وأيام قليلة من بعد كيرجع الدرافت من جديد،
وكتدور السلسلة لعام آخر. وانتوما شنو بان لكم؟ واش سهلة انك تكون بطل ديال NBA ولا خاصك اعوام كثيرة باش انك توجد واحد الفرقة اللي تعدى جميع هاد المراحل؟ شكرا حتى شفتوا الفيديو حتى لهنايا، سير على الله الفيديو الجاي.